السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار رجالة؟ أهلا بكم في قناة أخوك أحمد اللولو يوتيوب. مجموعة أخبار طبعا النهاردة. النادي الأهلي بيغلق صفحة الهلال السوداني. كفاية سوداني كده يا جدعان عشان احنا رمضان والدنيا صيام. عملنا معاهم الصح وتمام، خلاص بقى كفاية عليهم كده، لا زول ولا يا سوداني ولا كفاية. احنا النادي الأهلي ده الطبيعي إن احنا نفوز عليهم. لو لعبناهم 100 مرة طبيعي إن احنا نفوز عليهم 3-0، مفيش مشكلة. يعود النادي الأهلي إن شاء الله لاستعداد للدوري المصري. اللي الناس بص، الاهلي مبطل دوري مصر من امتى ولسه الاهلي متصدر الدوري المصري، سبحان الله يعني. طبعا بيعود النادي الاهلي ان شاء الله يوم الاربعاء لمواجهه زعيم الفلاحين غزل المحله، النادي الجماهيري العريق. طبعا بعتقد يعني ان مارسيل كولر هيريح لعيبه في المباراه ديت، زي معلول وتاو، نظرا لاجهادهم. لان في مباراه بغايه الاهميه يا جماعه يوم 10/4. في ناس ناسيه المباراه ديت يوم 10/4، الاهلي هيواجه بيراميدز في نهائي الكاس. مباراه في منتهى الاهميه. طبعا النادي الاهلي ما عندوش استعداد ان هو يفرص مباراه زي بتاعه بيراميدز ديت، لان المباراه ديت اللي هيفوز فيها هيلاعب نادي الزمالك في ابو ظبي يوم 5/5 على كاس السوبر. فطبعا مباراه ليها ابعاد كتير طبعا، زائد بيراميدز وتركي والحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها كاهلاويه دي، احنا لازم ندوس عليهم، وحاج عبد الله السعيد والشله بتاعتنا اللي هناك دي. المباراه دي بقى فيها مفاجاه حلوه النادي الاهلي، ان في مقرر يعني ان شاء الله بعد اللي حصل في ماتش الهلال 50,000 متفرج في المباراه. طبعا 50,000 متفرج مش محتاج اقول لكم هيكونوا من جمهور مين، معروفه يعني، فاهم؟ يعني ان شاء الله النادي الاهلي حته وجود جماهير ديت في صالح النادي الاهلي. حته وجود حكام اجانب برضه لصالح النادي الاهلي، طبعا هيفرق كتير الكلام دوت، لان انت دي عداله تحكيميه وعده ضحايا بقى، فاهم انت ازاي؟ طبعا في نقطة يعني برضو كانت مضايقاني انا في ماتش الهلال. النقطة الوحيدة هي الاسلوب اللي اتعامل بيه احمد عبد القادر مع مدير فني النادي الاهلي. بعد نهاية المباراة الراجل فرحان وجاي يسلم عليك، انت يا عبد القادر عادي تتبدل عادي يا حبيبي، انت كنت وحش جدا، انت كنت وحش جدا في المباراة فلازم تتبدل، ايه المشكلة؟ الراجل ما عملش حاجة غلط يعني، لا قال لك ابوك ولا امك، الراجل قال لك اتبدل، بيجي يسلم عليك راجل كبير، حتى عيل مش محترم، ده راجل كبير سنه كبير ومدرب بتاعك و قصاد 50,000 بني ادم، ايه تزق وتعمل؟ لا لا يا عم، انت كده العقليه دي السكه بتاعتك معروفه. مفيش حد، احنا كبير على النادي الاهلي، السكه بتاعتك معروفه، السكه بتاعت عارفهم انت اللي كانوا بيعملوا كده دول، مش مكانهم عندنا. واحنا كجماهير والله انت لو بص لو بتكلم الكوره مش هتنفع عندنا خالص. لازم اعتقد ان النادي الاهلي وقع عليه عقوبه ويعلنها، لان لاعب اصلا كان اكتر اللاعبين رعونه في المباراه يعني. انت كنت شلتنا كجماهير اهلي كلنا ككوره، راجل من حقه يغيرك، من حقه ينزل البديل بتاعك جاب جونين، وحتى ما بتفرحش معاه مثلا. راجل طب ما انت احسن من حسين الشحات يا ابني، انت احسن، تاريخك احسن من حسين الشحات، راجل احترف هنا وهنا وراجل ما شاء الله عليه يعني، نينجا زي ما بيقولوا، وبيلعب وابوه متوفي وبتاع، فطبعا لازم يراجع نفسه. جماهير النادي الاهلي ما بتغفرش الكلام دوت، ما بتغفرش تجاوزات في حق الكوادر بتاعتنا. هو لاعب جيد ولاعب كويس، بس محتاج، حتى موسيماني ما عرفش يعملها معاه، كل المدربين ولا سواريش ولا في حاجه في دماغ العيل ده مش مظبوطه، انا مش فاهمها يعني. انت لعيب كوره جامد وبس بتغني زياده عن اللزوم يعني. الكوره الحلاوه بتاعتها ان انت تبقى مفيد. اه اعمل لقطه، بس بعد ما اعمل لقطه زي حسين الشحات كده، عامل لقطه لما المدافع وحطها جول، دي ايجابيه. كهربا لما الراجل كان يقدر على فكره كهربا يدوس عليها ويكمل ويخش لجوه، لا بس لمه فرصه جون يجيبها جون. هو ده احنا كده ايه، فاهم انت؟ اتعلم معانا، مش هنفتكر الترقصات، احنا هنفتكر الاهداف ونفتكر المواقف التهديفيه اللي انت عملتها للنادي. نتمنى تراجع نفسك، فاهم انت ازاي؟ انت عملته ده غلط جدا. وفي نقطة تانية أنا عايز أتكلم فيها يا جدعان، تقنية الفار فيها مشكلة. الدوري اتلعب من بعد ما رجعوا من التوقف الدولي، كم كل المباريات اللي اتلعبت دي اتلعبت بدون تقنية فار. طب ليه يا جدعان؟ احنا في 2023 يعني، انت ايه المشكلة؟ اتحاد الكورة اللي عليها فلوس يا عم، انت ايه العشوائية؟ اتحاد كورة بيضرب عشوائية غريبة الشكل. انا ما شفتش كده، اقسم بالله والله ما شفت كده. انتوا فشل، انتوا اتحاد كورة فشل يعني. مباراة غزل المحله واتحاد سكندري، مباراه جماهيريه واثنين فرق كبيره، وحصل فيه كوره جدليه، الراجل شاط الكوره والمدافع شالها من على الخط، الكوره دي جون ولا مش جون بقى؟ طب الناس دي لو موقفهم في الهبوط او الناس دي يا عم دول لو اهلي او زمالك او بيراميدز، كنت هيعدوا لك الكلام ده؟ اقسم بالله ما يعدوه لك. ده انت الحكم لو حسب فاول غلط على اي فرقه من دول بيتسلخ بيتسلخ.
انتوا عشان مش عارف انا، انتوا اتحاد الكوره بيدار ازاي؟ عك يقول لك سيتم حل المشكله خلال 3 ايام. ايه يا جدعان انتوا بتعملوه بتصدروه للناس ده؟ ما تديروا المنظومه باحترافيه يا جدعان، بلاش قرف بقى. والمصحف انتوا عكاكين ومش اللي بيحصل ده مش هيبقى فيه ولا نجاح، مش هيبقى فيه نجاح. مين جمال علام اصلا يا جدعان؟ انا نفسي افهم. حتى رئيس الرابطه ده دياب ده، إيه ماشي احترامي لشخصياتهم ما اعرفهمش، بس كرويا مين هم الناس دول؟ بص مثلا في المانيا رئيس النادي مش عارف بيكن باور، اوليفر كان، ناس معروفه في تاريخ النادي، ناس يعني في كوادر كتير. انت مين الناس دول في الكره المصريه؟ ما تفهمش. هيساعدوا في تطوير الكره المصريه ازاي؟ ما تفهمش. ما انت مش بتوع كوره، ما بيفهموش كوره حتى يعني للاسف ما بيفهموش كوره، وشكلهم برضو اداريا ما بيفهموش اداريا. ما اعرفش هم شغالين ايه بقى عشان نفهم الفشل اللي هم بيتعاملوا بيه دوت. يعني ما اتمناش ان التخبط ده يستمر. وتقنيه الفار، انت اصلا عندكم تقنيه الفار مش زي اللي موجوده في الدوريات حتى العربيه. دي تقنيه قديمه جدا، مش حديث. يعني انت بتتفرج على الفيديو كانك انت بتجيب فيديو من التليفون تتفرج عليه فيساعدك. مش تقنيه زي التاني بقى، والخطوط المظبوطه. مش تحط لي الحكم بيشيل الماوس ويحطه في نص بطن اللاعب عشان تطلع اوفسايد. مفيش الكلام ده. ورغم ذلك برضو في مشكله في العربيه تقريبا ما راحتش ولا ايه. اتمنى التخبط ده ينتهي. في طبعا مجموعه نتائج غريبه خالص في الدوريات الاوروبيه. ميلان بيهزم نابولي 4 على ارض وسط جماهيره. نابولي السنه دي عامل موسم غير طبيعي. نابولي اوسيمين ويا سلام ومش عارف ايه، عامل موسم غير طبيعي. فاهم؟ بيجي بيتغلب من الميلان على ارضه وعلى ملعب استاد مارادونا 4-0 قبل كمان لسه الماتش ما انتهاش. نيوكاسل بيهزم يونايتد وبيطلع مكانه في مقدمة الدوري. نيوكاسل على فكرة، نيوكاسل ده اسمع مني بقى، نيوكاسل ده استناه. مين يا باشا ملك نيوكاسل؟ محمد بن سلمان حفظه الله. مش عارف مين بقى ده؟ مش تركي. ده اللي بقى البيج بقى، اللي هو الحاجة الكبيرة بقى. فاهم؟ ده الملك بتاع النادي. فطبعا نيوكاسل ده هياخد الدوري الانجليزي. اصبر بس عليه كده. الراجل ده لو استمر الحكايه دي عجباه، نيوكاسل ده تحدث ولا حرج بقى. فاهم؟ انت هتلاقي ميسي في نيوكاسل، مش راجع برشلونه تاني. فاهم الفكره؟ او مبابي، اي حاجه ممكن تتخيلها، هالاند. هي الدنيا بتدار كده، بيزنس. هو بيزنس في الاول والاخر، هو بيزنس. احنا لو انت مثلا فريق قوي زي مثلا، او فريق عندك تاريخ وما عندكش مصادر تمويل، تقع. وحدث ولا حرج بقى، امثله كتير. اسماعيلي، تعالى بقى فرق اللي كانت قديمه، ترسانة، مش تعالى بقى في اوروبا، في مونشن جلادباخ، مش عارف. كل دي تواريخ كبيره جدا، بس طبعا ما فيش تمويل مادي، ما فيش اداره بتدار صح. الناس دي وقعت. هي كده الكوره دلوقتي بقت كده. ما في اخلاص وفي كل حاجه. نادرا تلاقي لاعب مثلا عنده جرينتا وبيحب الفرقه. بس ممكن مثلا تلاقي النادي الاهلي فيه لعيب اصلا هو زملكاوي، وفي لعيبه انا مش عايز اقول اسمائهم. فاهم انت ازاي؟ وفي لعيبه مثلا في الزمالك واصلا هو اهلاوي. فاهم الفكره ازاي؟ وانتماءاته اهلاوي ولاعيب كبير جدا جدا في الزمالك، لعيب يعني السوبر بتاعهم اهلاوي معروف. وطالع في فيديو موجود، أنا ممكن انزل لكم الفيديو، بس انا مش بتاع فتن انا. فاهم انت ازاي؟ ده على الخلق للخالق. طبعا فيوتشر وبيراميدز بيواجهوا بعض دلوقتي. الماتش شغال او يمكن يكون الماتش قرب يخلص. لازم واحد فيهم يفوز على التاني، لان الجيش الملكي في المجموعه متصدر ب 10 نقط. ده فيوتشر 8 وبيراميدز 8. ما اعتقدش ان عندهم رفاهيه ان حد فيهم يفوت حتى للتاني. لازم واحد فيهم يفوز على التاني. اللي يفوز على التاني طبعا هيصعد معاه مع الجيش الملكي. فحطونا طبعا في مأزق. بس انا بالنسبه لي مفيش مأزق. انا كاهلاوي مفيش مأزق. بيراميدز يطلع. فيوتشر يعني علي ماهر، يعني ندفيد، يعني لا، وسعد سمير بتوعنا برضو دول. لا يطلع. ان شاء الله بيراميدز يخسر، زي ما هو عمل شكوى في فيوتشر، عايز عشان مشاركة احمد رفعت وبيولع الدنيا عشان يطلعه. يا عم نفسي يعني فريق زيرو بطولات ليك 9 سنين اهو، وزيرو بطولات، وهتفضل ان شاء الله زيرو بطولات. حتى كاس الرابطه مش عارف تتعامل معاه. طبعا في انتظار ما تسفر عنه هذه المباراه. هقول لكم طبعا ايه اللي هيحصل فيها. نتمنى لاعب زي عبد القادر يركز في الملعب اكتر. وتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مواجهه المحل القادمه ديت. مواجهه كده جايه وسط الفرحه. فان شاء الله الاهلي يقدر يتخطاها بفوز ويعزز مكانته في الصداره. شكرا لكم على ان انتم سمعتوا الفيديو للاخر.
كل سنة وانتم طيبين، سلام لكل الأهلي والأهلاوية.